لا 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 لا. انت السبب خليتني دور على غيرك، واليوم تبغاني أحن واسمع معاذيرك. لا يا حبيبي خلاص كل واحد شرب ماء. من ذل نفسه في الهوى يستاهل اللي جاء. لا يا حبيبي خلاص كل وادي يشرب ماء. من ذل نفسه في الهوى يستاهل اللي جاء. حتى لو طلعت القمر روحي بلاش السفر، ما اقدر والنبي ودعك. خذني يا حبيبي معاك، ما اقدر والنبي ودعك. خذني يا حبيبي معاك، مثل الظل انا بتبعك، مثل الظل انا بتبعك. حتى لو طلعت القمر روحي بلاش السفر، حتى لو طلعت القمر يا روحي بلاش السفر. حتى لو طلعت القمر، يا روحي بلاش السفر. يا دوب اجتمع شملنا والاحباب من حولنا. يا دوب اجتمع شملنا والاحباب من حولنا. هنونا وغنوا لنا، هنونا وغنوا لنا. لما جيت من غير شان، روحي بلاش السفر، لما جيت من غير شان. روحي بلاش السفر. إني يا حبيبي بلادي ودعك. مني يا حبيبي معاك، مثل الظل أنا بتبعك، مثل الظل أنا بتبعك. حتى لو طلعت القمر، روحي بلاش السفر. حتى لو طلعت القمر. يا روحي بلاش السفر. احسنت احسنت يا عمار. احلام تفضلي. تفضلي. أنا تعليقي عليك اليوم هو تعليق واحد، أقول مبروك لليمن ولادة مطرب جديد على مسرح عرب ايدل. شكرا احلام. نانسي تفضلي. من أحلى العروض، من أحلى المرات اللي غنيت فيها. الموال خاصة غنيته بطريقة جديدة ومحترفة، وإن شاء الله الحظ بيكون حليفك. شكرا نانسي. وائل تفضل. يعني الإنسان لما بيغني حاله بعتقد بيوصل بشكل كتير سريع للناس. عم بيغني حقيقته، العاطفي تبعه، موهبته لحالها يعني عم تطلع منه بشكل كتير كتير حقيقي. ف بعتقد انه انت بلدك بتفتخر فيك وانت بتفتخر ببلدك،
وبتمنى للكل انه يصوت لك لانه كمان نحن بنفتخر فيك. شكرا وائل. حسن تفضل. قبل معلش اسمحوا لي قبل بس ما اقول لك تعليقي، عايز بس اوجه رساله شكر، لان كل مره لما بنقعد هنا ونشوف قد ايه البرنامج بيحصل فيه شغل وتعب ومجهود، ودايما بنحيي الموسيقيين الرائعين، وعايز اوجه رساله شكر للناس اللي انا بعتبر ان هم قلب البرنامج ده. عايز اقول شكرا لنضال زين، لحسين جابر، لأليكس ميوشي. الناس دي بقى لهم 4 سنين بيحطوا قلبهم، بيحطوا روحهم في البرنامج. الناس دي بتتعب اكتر مننا. الناس دي لازم الناس تعرف اساميهم عشان هم اللي مقومين البرنامج ده، وهم اللي مخلين ارب ايدول هو ارب ايدول النهارده. بليز عايز كلنا نحييهم. عمار، انا زهقت من كتر ما كل مره بشعر في صوتك، فانا المره دي كلامي هيختلف شويه. انت راجل فنان كبير، والفنان مش بس صوت وغنى، ولكن الفنان فكره ومبدأ بيوصلها للناس، والفنان لازم يبقى صاحب قضيه. وانا نفسي ان انت يبقى عندك قضيه توصلها للناس، والقضيه دي نسميها قضيه التواضع، لان دي فكره مهمه جدا للناس كلها لازم تعرفها. احيانا في فنانين كبار جدا يبقوا مغرورين وناجحين، ولكن عمرهم ما يكسروا الحاجز ده. التواضع هو اساس كل شيء ناجح. وانا نفسي ان انت الناس بتسمعك وانت صوت الناس كلها بتجري وراه، ترفع الرايه دي والشعله دي، وتوضح للناس قد ايه ان انت هتبقى فنان هيكسر الدنيا، بس رغم نجاحه هتفضل طول عمرك متواضع. شكرا. شكرا حسن. عمار جمهوره كبير، لكن الاعجاب ده لازم يترجم وتصوتوا له على الرقم 14. لو عايزين تشوفوا الحلقه دي مره ثانيه زوروا موقع شاهد.net. تصويتكم مهم، ولسه قدامكم 24 ساعه تحددوا فيها مين المشتركين ال5 اللي هيكملوا معانا الاسبوع اللي جاي. استنونا بكره في حلقه النتائج، وضيفتنا الفنانه اصاله. تصبحوا على الف خير.